مشير الزاهد في السلطة وأول زعيم عربي يتنازل طوعا عن منصبه. الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب ينحدر من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وتخرج ضابطا في القوات المسلحة السودانية في عام 1971. وخلال انقلاب العسكري السوداني الرائد هاشم العطا رفض سوار الذهب تسليم حامية مدينة الأبيض العسكرية عندما كان قائدا لها، إلى أن استعاد الرئيس السوداني آنذاك جعفر النميري مقاليد الحكم بعد أيام قليلة. رغم ذلك أبعده النميري تعسفيا عن الخدمة وأرسل إلى قطر التي عمل فيها مستشارا عسكريا للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. عاد سوار الذهب إلى بلاده لاحقا بعد أن غيرت حكومة النميري موقفها منه ليتولى منصب رئيس الأركان ووزير الدفاع. إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم النميري أعلن انحيازه الكامل للشعب واستلم مقاليد الحكم على رأس مجموعة من الضباط مترئسا المجلس العسكري الانتقالي. تعهد المشير حينها بالتخلي عن السلطة بعد عام واحد لحكومة منتخبة، وقد وفى بوعده بالفعل عندما سلمها للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي. ثم اعتزل السياسة واتجه إلى العمل الخيري والدعوي من خلال منظمة الدعوة الإسلامية التي اتخذت من السودان مقرا لها. وكان من إنجازاتها بناء العديد من المدارس والمستشفيات والعيادات وملاجئ الأيتام في أفريقيا. ورغم حصوله على أوسمة وجوائز عديدة لم تسلم فترة حكمه من انتقادات. فارق الحياة بالمستشفى العسكري في الرياض بالسعودية عن عمر يناهز 83 عاما.